كشري أفندينا في عزبة النخل. بتخرج عند المترو، الشارع اللي قصاده بتلاقي رنين وجنبيه كشري أفندينا. طبعا كلنا خارجين من رمضان ونفسنا ناكل كشري. وطبعا عايز اقول لكم حلاوة الكشري بتاع كشري أفندينا. انا رحت وقلت اجرب، وطبعا بعد ما قلبت الصلصة في الكشري، وطبعا هنا قبل ما تتقلب حكاية، والصلصة جميلة جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم التقلية، يا لهوي على جمالها وعلى حلاوتها. هوريكم الطبق اول ما نزل. عايز اقول لكم السلام عليكم. اول ما الطبق ما نزل كلنا طبعا خارجين من رمضان وعايزين ناكل كشري. طبعا كشري افندينا انا قلت اجرب واقول رايي بما يرضي الله. دوت طبق الكشري. طبعا انا واخد اياد معايا وام اياد، واخد كنز. وطبعا قلنا بقى نروح ناكل كشري عند كشري افندينا ونجرب واحكم واقول لكم رأيي يستاهل كام في المية. وطبعا هنا الكشري زي ما احنا شايفين الطبق دوت ب25 جنيه. وطبعا طبق الورد التقلية اللي ما طبعا ما ينفعش طبق الكشري من غيره. واحلى حاجة فيه بقى الحمص مستوي حلو، والتقلية كريسبي جميلة، والصلصة متسبكة حلو جميلة بجد. برافو عليها. طبعا احنا بحط الصلصة على الكشري علشان خاطر اقلبه بقى، ونبدأ نجرب طعم احلى طبق كشري بجد كلته يا جماعة. طبعا حطيت الشطة اللي هي ولا حراقة قوي ولا يعني السبايسي بتاعها حلو. وعايز اقول لكم بقى وانا بقلب الكشري ريحته حكاية. الكشري الطبق، يلا بسم الله. ايوه بقى. عايز اقول لكم طعم يخطف، طعم كده الله. الناس اللي حوالينا بياكلوا، طبعا انا شايفهم ما شاء الله الناس بتاكل بحب. وطبعا المحل ما شاء الله محل حلو. الترابيزات بتاعته مش ملازقه في بعض. طبعا كنز بتقول لكم ازيكم منورين. وطبعا هقول لكم رأيي في كل حاجة، وطبعا دوت ريفيو في كل حاجة في المحل. طبعا كنز مصممة تسلم عليكم، وطبعا بتقول لكم رأيها في الطبق الكشري. وهي بتقول لكم الطبق الكشري. عايز اقول لكم الكنز اصلا ما بتاكلش ما شاء الله الكشري بحب كده. طبعا واياد طبعا ما شاء الله بيعشق الكشري لدرجة ان هو ما بعد ما اكله بيقول لي يا بابا انا اول مرة اكل كشري بالحلاوة ديت. وعايز اقول لكم بقى، بعد ما خلصنا طلبنا رز بلبن سادة وفرن، وطلبنا القنبلة. عايز اقول لكم حلاوة الرز بلبن، شكله وريحته حلوة، والقنبلة ريحتها جميلة بجد. حاجة كده حكاية. وهقول لكم رأيي فيها وتستاهل كام في المية. القنبلة فيها رز بلبن بتاعها ريحته حلوة، والفرن ريحته حلوة، والسادة ريحته حلوة. تعالوا بقى نجرب القنبلة. وطبعا كنز عايزة تبدأ هي تجرب وبتاخد حتة منها. وتعالوا نجرب كده احنا. زي ما احنا شايفين الترابيزات بعيدة عن بعض مش قريبة من بعض. تعالوا بقى نجرب القنبلة مع بعض تستاهل كام في المية. ناخد حتة كده حلويات على الرز بلبن مع بعض، وأقول لكم من الآخر. بسم الله. الله الله الله. عايز أقول لكم بجد الحلويات فريش، والرز بلبن اللي فيها حلو قوي، لدرجة إن أنا مستمتع وأنا باكل وحاسس إن هو حلو بجد. تعالى بقى نجرب الرز بلبن الفرن. وطبعا كنز مش صابرة خالص ومش مستنية، لأنها بتعشق الرز بلبن. يلا ألف أنا. تعالوا بسم الله نجرب الرز بلبن. الرز بلبن عايز أقول لكم الوش حلو، مش محروق، حلو قوي. بسم الله. الله الله الله. بجد أنا لدرجة إن هو عجبني. أول مرة آكل رز بالحلاوة ديت. وكمان الرز مستوي، واللبن ريحته حلوة، واللبن كتير، مش حاطين مش مستخسرين في اللبن. حلو قوي بجد. تعالوا بقى نجرب السادة، الرز اللبن. بسم الله.
ده بقى اللي عجبني قوي برضو. عايز اقول لكم عجبني قوي 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 لدرجة ان انا عايز اكل تاني. طبعا ام اياد قاعدة معايا تقول لي ايه رأيك، انا بقول لها عايز اقول لك انا الرز بلبن من حلاوته ومن جماله وانا مستمتع. وكنز طبعا بتجرب وتدوق من اكاده من طعم الرز بلبن، ان انا الرز بلبن حلو، حلو بجد. وعايز لما اكلم ام اياد بقول لها الرز بلبن حلو وجميل، اديله 10 من 10. وادي الرز بلبن الفرن 10 من 10. اديهم كله 10 10. طبعا هنا الكشري زي ما قلت لكم افندينا جنب رنين في عزبة النخل، قدام المترو على طول، الشارع قدام المترو على طول. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.